بسم الله الرحمن الرحيم. بنات اللهم صل على محمد وآل محمد. نبدي حلقتنا اليوم وفطورنا اليوم دولمة. هنا عندنا ثرمة اللحم خشن يصير كلش طيب بنات. بالدولمة نص كيلو، وعندي تمن غسلته ونقعته وسلق غسلته وسلقته بمي حار 3 دقائق. وهنا نظفت عندي الشجر والطماطة والبوتيتو والفلفل والباذنجان. بناتي هنا نقعت تمر هند كلش طيب يصير بالدولمة. بناتي هنا عندنا البهارات، بهارات الدولمة: اللمندوزي، الفلفل الأسود، الملح، كمون، ثوم، بصل. هنا عندي شبنت وكرفس بنات، معجون، دبس الرمان نخليلها. هنا صلصة الفليفلة وشوية كاتشب وزيت الزيتون. بناتي هنا أنا نظفت البصل واللهانة، نظفته وسلقته نص استاو تقريبا 4 دقائق. هنا نخلي كاتشب مقدار خاشوقتين 3 مال اكل. هنا الفليفلة، صلصة الفليفلة هم نخلي شوية قليل مو هواي. نخلي دبس الرمان، هنا نخلي زيت الزيتون، اختيار زيت الزيتون بنات تطلع على الدولمة. نخلي خاشوقتين معجون، خاشوقتين كبير. هنا شنو عندنا الكرفس والشبنت مثروم جاهز. بناتي هنا نضيف البهارات مال الدولمة واللامندوزي والفلفل. هنا نضيف الكمون والملح. هنا نخلطهم. هنا بنات فرمنا البصل والثوم وهم نفرغه فوقها فوق الدولمة. ارجع احفر الشجر. بنات هيك تنحفر شكلها كلش حلو يصير. شوفوا ما نزرفها بنات. نحفر الباذنجانة، نحفرها بهذا الشكل على مو شنو يطلع شكلها كلش حلو. شوفوا نحفر الزايد ونرجع اللي حفرناه نكرمه بعدين ونضيفه للدولمة ونرجع نزرفها. ليش نزرفها؟ هنا عندنا الدولمة العراقية إذا زرفنا الباذنجان تستوي بساعة. شوفوا بنات شلون انحفرت بهالشكل. بعد نرجع نكمل الشجر بنات الطماطة كذلك. نخلي هذا القبق مالتها هيك مشلب. الطماطة تنحفر بس تقصون هذا طماطة تنحفر بخاشوقة بنات. شوفوا شوفوها. راح نرجع بس نزرفها بنات. هنا نضيف الدهن للجدر ونبدي هنا نصفط العضود. بسم الله الرحمن الرحيم. نخليها مشبكة
لا بالعكس نصفطهم. ونبدأ نلف. هنا نبدأ نلف بنات، مو ترسونها ترس. نبدأ نصفطها لين التمن من يستوي يترسها. هنا لفينا البوتيتة، ترسنا البوتيتة. هنا نحط بالشجر، شجر كلش طيب. التصفيطة يجي على شكل دائري. نحشي الباذنجان. حسب الرغبة، كل ناس تحب الباذنجان وكل ناس ما تحبه. يسلمكم العافية بنات. اللي ما متابعتنا خلي تتابعني، اللي ما مفعلة الجرس خلي تفعل الجرس. دزول حبايبكم بنات، واللي ما تعرف تتعلم. وإن شاء الله شهر رمضان خير وطاعة عليكم، صحة وعافية. هنا بنات نكمل السلق، بعد نلف السلق نكمله حتى نخلي الجدر مع النار. ونبلش بعد بشوربة الخضار، من راويكم اياها بالفطور من الصبابين بالسفرة. اراويكم اياها بنات. هنا بنات كمل جدرنا، بس نخليه على النار ونرجع لكم من يستوي. هنا بنات نخلي كاتشب ودهن، شوية دهن زيت زيتون او كاتشب وتمر هند زين، ودبس الرمان ودبس الفليفلة شوية ومعجون، نخليه فوق الجدر. بعدين شو نخلي هذا القطع الماعون قزاز العفو، نخلي عليه تنقاله، وبعدين نسد الجدر. سلامكم العافية، ولا تنسون الاشتراك واللايك وشاركون حبايبكم وهاي الدومة العراقية. يلا بنات، هاي دومتنا العراقية كلها ناجحة، وهذا فطورنا والحمد لله والشكر. وسلامكم العافية بنات، لا تنسون الاشتراك واللايك حبايبي، وشاركوا المقطع. باي.